عليكم ومساء الخير. مواطن سعودي نازل مصر اجازه وخصوصا في مدينه نصر بيشتكي من جاره المصري كل شويه يخبط عليه، فتعالوا نسمع شكوته يمكن نوصلها للمسؤولين ونلاقي له حل. أنا وأسرتي موجودين في شقتي هنا في مصر، في مدينة نصر بالضبط. عندي جاري مصري الله يجزاه خير، ورجال يعني على قد حاله. على قد حاله اللي انت بتقول عليها دي بتقيسها بمستوى دخل الفرد ما بين المواطن المصري والمواطن السعودي، فهنا هتبقى المقارنه غير عادله يا صديقي. لكن الراجل ده يملك اللي فعلا محدش في العالم كله بيملكه غير المصري، حاجه اسمها البركه. دليل اللي حضرتك هتوريه لنا دلوقتي، هو كان بيخبط عليك ليه؟ من يوم ما جيت إلى اليوم كل يوم يدق الباب. شوف ايش يجيب، كل يوم يجيب أكل، كل يوم يجيب كيك، كل يوم يجيب رز باللبن، كل يوم يدق الباب زي ذا الوقت اللي يطبخ من بيته يجي يعطينا احنا والاولاد. مبدئيا كده مشكلتك عندنا ملهاش حل، لسه الكشري والمحاشي ولسه البسبوسه وام علي، بس انت سيب الباب موارب ما بينك وما بين جارك المصري ومالكش دعوه بالمصري اللي بتشوفه في الافلام والمسلسلات. انا ما ادري كيف اعبر لكم عن حسن المجوره مع هذا الرجل من يوم عرفته. حاجات بسيطه احنا متعودين عليها وشايفينها عاديه، بندي دروس للعالم كله في حسن الجيره. واليوم جيت وهو نفس الطريقه، يروح الشغل يقول لي اذا انت تبغى اكل ولا تبغى شيء بس دق الباب قول لي ام زياد اعطيني انا ابغى كذا.